ما تضيعش فلوسك على الكابلات اللي بتجيبها لموبايلك وفي الاخر ما بتكملش شهر ولا اتنين وتلاقيها بقت بطيئة وباظت وما بتشحنش كويس حتى من غير ما تتقطع اصلا. يعني دلوقتي جايب لك كابلات تحفة، لقطة بينزل عليها عروض لحد 50% خصم، تقدر تجيبها بنص تمنها في عروض البلاك فرايداي من امازون ونون. دي احسن كابلات ممكن تشتريها لموبايلك، ودي عن تجربة بقالها شهور معايا. عندنا كابل تايب سي تو تايب سي، والكابل التاني تايب سي تو تايب اي. ونبدأ بالكابل التايب سي تو تايب اي. الناحية التانية تايب اي دي اللي بتركب في الشاحن، والناحية التانية تايب سي اللي بتركب في الموبايل. الكابل ده بطول 9 من 10 متر او حوالي متر يعني او 90 سنتي. الطول بتاعه مناسب، هو مش طويل قوي لكن هو في الطول التقليدي والمعتاد للكابلات. يعني بصراحة طوله ما ضايقنيش خالص، لا طوله مناسب جدا. وفي كمان اصدار منه بيبقى 2 متر، يعني ضعف الطول ده لو انت محتاج حاجة اطول من كده، لكن بصراحة دي هتبقى طويلة بزيادة. انا شايف ان ده مناسب لاغلب الاستخدامات. يعني خامة الكابل محترمة، والسلك بتاعه كده مرن معاك، وكمان عليه طبقة كده متبطنة تحسها زي القماش كده مغطية الكابل كله. دي بتديه من ناحية متانة عشان يستحمل معاك لو اتشد منك ما يتقطعش، وفي نفس الوقت مديها كده شياكة وملمس حلو كده في الايد. وعندك السوكت كده اول ما تيجي تمسكه سواء الناحية تايب سي او الناحية تايب ايه، هتلاقيه كده متبطن بطبقة كده محببة من الجلد كده. بصراحة ملمسها شيك، عامل زي الملمس اللي موجود من القماش على الكابل ولكن بخامة امتن كده موجودة على السوكت نفسه انت بتيجي تمسكه. وطبعا الكابل محمي هنا بطبقة كده ملفوفة حوالين السوكتات عند الكابل عشان لو جه تاني من الحتة دي ما يتقطعش. وخصوصا بقى بالذكر هذا الكابل تحديدا خد كمية شد مني في الاستخدام بقى، وانت وماسك الموبايل وبتشد كده، والكابل بصراحة مرة يعني كذا مرة يتشد على فترات طويلة ومازال الكابل لا اتقطع ولا الشحن بتاعه ضعف ولا في اي حاجه، ومازال شغال زي الفل. بس طبعا مش محتاج اقول لك يعني انك ما تشدوش عمدا كده انك عايز تتنيه ولا تقطعه، ما كده يتقطع. هو تحديدا الكابل ده ما لقيتش كام واط مكتوب عليه، لكن هو بيشغل 15 واط 25 واط من غير اي مشكله. الباور ديليفري بتاع سامسونج ومش هتواجه معاه مشكله في الحته دي. واعتقد انا يعني انه شغل ال 30 40 واط عادي من غير اي مشكله. وطبعا بقى مش محتاج اقول لك ان دي احسن كابلات ممكن تجيبها لموبايلك السامسونج، سواء كان من الاس اس الترا او اف اي بقى او سلسله الاي سلسله الام. اي موبايل من سامسونج الكابل ده جاي معاك. وما تقلقش معانا كابل تاني تايب سي تو تايب سي من الناحيتين، وبرده مناسب للايفون من اول الايفون 15 وانت طالع في كل الاصدارات اللي جايه بالتايب سي. الكابل طبعا هنا بيجي علبه متبرشمه بضمان اتصال ال 18 شهر. بتفتح العلبه كده بتكون متبرشمه، هتلاقي جواها زي قطعة كده مربعة بيبقى جواها الكابل، ولما ترفع الكابل هنا هتلاقي فيه زي ورقة كده جاية مع الكابل. فبصراحة يعني التغليف بتاع العلبة شيك ومحترم، والباكج بتاعهم جميل فمفيش أي تقصير. وكمان الكابل الورقة اللي جاية معايا دي فيها كل العلامات والشهادات إن الكابل ده مناسب لكل أو واخد يعني كل العلامات بتاعة الطاقة، وإن ده شيء يعني عمل له اختبارات، مش حاجة كده تحت السلم ولا شهر واتنين ويبوظ منك. فما تقلقش يعني، ده الكابل واخد معايير وشهادات وحاجه زي الفل. سعره هتلاقيه على نون او امازون على مواقع البيع اونلاين دي في حدود ال 170 او ال 200 جنيه في الايام العاديه، وساعات في المحلات كمان بيوصل ل 250 واسعار غريبه جدا. لكن انا بقول لك اهو ركز معانا في عروض امازون ونون، هتلاقيه بينزل خصومات عليه لحد 50%. وحرفيا الكابل ده بيتباع ب 99 جنيه او 100 جنيه يعني في العرض. فبصراحة أحلى 100 جنيه هتدفعها في الكابل ده. أنت أصلا الكابل اللي بتجيبه بيبوظ منك شهر واتنين، ممكن تجيبه بال 100 جنيه دي عادي. وعن تجربة يعني أنا قربت الكابلات دي، يعني أنا مش بقول لك حاجة وخلاص، أنا جبت الكابلات اللي هي أم 100 جنيه أو 80 جنيه دي وما بتكملش شهر واتنين وبتبوظ. فحاول كده تلحق كام كابل كده في العروض، وبصراحة هينفعوك ويستاهلوا فلوسهم الصراحة. 100 150 كمان حاجة محترمة. والمميز في الكابل ده برضو نقل البيانات، تنقل البيانات من الموبايل للكمبيوتر. النقل بتاعه سريع ومش أثر معاك، هو الأقرب إلى الكابلات اللي بتيجي أصلا مع الموبايلات فيها العلب في ناحية نقل البيانات. كفاية الكلام عن الكابل ده ونروح للكابل التاني التايب سي تو تايب سي. الناحية اللي بتركب في الشاحن تايب سي، والناحية اللي بتركب في الموبايل تايب سي. نفس الكلام برضو، العلبة عليها الستيكر بتاع اتصال، الضمان ال 18 شهر. دي حاجة تحفة، انت شاري كابل بضمان بكل الكلام ده ب 100 جنيه، فيعني 100 100. العلبة برضو متبرشمة، وهتفتح هتلاقي نفس التغليف وعندك الورقة
اللي مكتوب فيها كل المعايير والشهادات اللي واخدها الكابل وكل الكلام ده. الكابل برضو نفس الكلام، 9 من 10 متر او حوالي متر تقريبا، وفي منه مقاس تاني اللي هو ضعف الطول ده، لكن زي ما قلت لك الطول ده مناسب. ملمس الكابل هنا برضو متبطن بقماش كده، وتحسه متضفر شوية كده على الكابل، بيدي الكابل متانة وقوة عشان لو اتشد منك او اتنى يستحمل او يقاوم التاني ده وما يتقطمش كده ويبوظ. الفرق في الملمس الكابل ده عن الكابل التاني اللي هو التايب A تو تايب C، ان التايب C تو تايب C ده هتحسه كده الخامة بتاعت الكابل نفسها قفشة كده، ومش عايز اقول امتن لكن يعني مش لين. الكابل التاني كان لاين بيروح ويجي معاك بسهولة، لكن الكابل ده ناشف شوية. لكن هو مش هيضايقك، يعني هو مش قافش لدرجة انك مش هتعرف تتنيه، لا هتتنيه عادي وتحركه كل حاجة بدون اي مشكلة. بس انا عايز احاول اوضح لك الفرق في الخامة بين الاتنين، وسواء ده وده الاتنين تحفة، هو بس فرق تصميم وكده. السوكيتات نفسها، الحتت اللي انت بتمسك منها دي عبارة عن معدن. في الكابل التاني كانت عبارة عن زي مطاط كده او جلد، لا هنا بقى كل السوكيتات دي من المعدن ومطبوع عليها اهو انكر. الكابل ده زي ما مكتوب على العلبة اهو بيدعم لحد 60 واط، حاجة تحفة. واحنا مقربين عليه الشحن 25 واط بتاع سامسونج، بيدي قدرة الشحن كاملة، سريع صاروخ، مش هيعطلك خالص ولا هيخلي الشاحن بطيء ولا اي حاجه، لا ده بياخد قدره الشحن كلها. ولو ركبت له شاحن اعلى من كده عادي هياخد لحد 60 واط، لكن انا مجربتش موضوع ال 60 واط ده تحديدا. والجامد هنا برضو ان عندنا نفس الكابل ده نسخه تاني منه لكن 100 واط، وبرضو بينزل عليها عرض ب 100 جنيه، حته عرض تحفه لو لحقته على امازون ونون. فسواء ال 60 واط ده او ال 100 واط فبصراحه كابلات تحفة، فلو تلحق العروض. هو عموما ال 60 واط ده كافي لأي حد، يعني بالنسبة لموبايلات سامسونج اللي كلهم بيشحن ب 25 أو 45 ده يبقى مناسب معاك، مش هتحتاج يعني الكابل ال 100 واط. لكن لو لقيته بنفس السعر فهات ال 100 واط قشطة. يعني سعره بره العرض في حوالي 200 جنيه ل 250 جنيه، وفي المحلات ممكن تلاقيه أغلى من كده، لكن في العروض زي ما قلت لك بينزل حوالي 100 ل 150 جنيه، فشيء ممتاز. دي كابلات فعلا تستحق انك تدفع فيها فلوسك. الكابلات دي بقالها شهور معايا، داخله لها في قرب السنه اهو، ما اشتكيتش منها، حاجه ممتازه سواء السرعه الاداء الخامات، خدت شد منه واستحملت. فدي الحاجه اللي تحط فيها فلوسك، استثمر في كابل محترم والحق العروض. لو عرفت اسيب لكم لينكات وروابط للمنتجات دي في الوصف عشان تبقى مشتريها وانت مطمن انك داخل على اللينك الصح، هبقى اعمل لكم كده. مع السلامه.